ولي العهد المغربي ذهب ليفتتح مركزا اسمه مركز الفرس، فهكذا استقبل، وهو استقبال يؤكد أنه المملكة المغربية دي تربية ملوك صحيح. وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وفي استقبال سموه الشريف مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية. ثم استعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدت له التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموه السادة عزيز خنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد الزين وزير الشباب والرياضة، وعبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، والجنرال دكور دارمي حسني بن سليمان قائد الدرك. ويعتبر المعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن أول مؤسسة بالمغرب وإفريقيا معدة لمهن الفروسية، ويكرس إنشاؤه تقاليد الفروسية العريقة في المملكة، والتي تعززها إرادة الملكية لترسيخ الفروسية تراثا وطنيا. ملكية عريقة جدا في المغرب، تقاليد هائلة. يعني احنا كنا نشوف يعني يحلو لنا أن نشاهد كده تغيير الحرس أمام قصر باكنغهام مثلا، ولا تقاليد الملكية في بريطانيا. احنا عندنا ملكيات في العالم العربي لديها تقاليد أعرق من الملكية البريطانية، وبروتوكول الحركة. شوفوا ولي العهد هو طفل، لكن التربية والسمت والانتصاب القامة والحركة المحسوبة وسحب إيده يعني دي ناس متربية كويس، تربية ملوك.